هو انا فعلا ممكن اصحى الاقي شغلانتي او وظيفتي بقت في خطر او في حد تاني بيقوم بيها غيري، والحد ده اصلا ممكن ما يكونش كائن بشري. الذكاء الاصطناعي بقى بيكتب وبيصمم وبيبرمج كمان. يعني ايه؟ ايوه، هو اللي انت فهمته بالظبط. في شغلانات بتختفي وده طبيعي جدا مع التطور اللي بيحصل في حياتنا، بس قصاد الاختفاء ده في وظائف تانية بتظهر. لو عايز تتاكد من كلامي راجع التاريخ، هتلاقي ان دايما اللي بيظهر او بيختفي هي الوظيفه، والعامل البشري دايما محفوظ مكانه. بس المشكله مش في الاي اي، المشكله اننا لسه بنتعلم وبنقدم على شغل بنفس الطريقه القديمه. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر اتفرج على الفيديو ده. ودلوقتي الشركات بتدور على اللي بيعرف يتعلم بسرعه ويعلم نفسه بنفسه ويطور منها كمان. مش مهم درست ايه، المهم بتعرف تشتغل على نفسك ولا لا، عندك مشروع وفاهم البيزنس، بتستخدم ادوات الاي اي الموجوده ولا لا. وده اللي بيفرق مع اصحاب العمل. النهارده السرعه والمرونه والتجربه اهم من اي حاجه تانية. فلو سالتني دلوقتي هل وظيفتي في خطر، هقول لك لا، انت اللي في خطر. ابدا اتعلم وجرب وطور من نفسك، وخلي الذكاء الاصطناعي يبقى مساعدك مش بديلك. لايك وفولو وتحول لمبرمج.